اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. من ساعات قليلة اتكلمنا عن المشكلة بتاعت السويسي وعمرو بيلا. دلوقتي حالا في مستجدات، تعال نتكلم عليها ونشوف ايه اللي حصل. في محامي من المحامين المحترمين جدا رفع قضية للسويسي على عمرو بيلا، والمحامي ده اسمه علي سلمان. احنا بنشكرك جدا يا استاذ علي، وعشان مش هطول عليكم تعالوا بينا على الفيديو ده. النهارده قدمنا بلاغ للنائب العام ضد عمرو بيلا. طبعا كلنا عارفين الخناقه اللي موجوده دلوقتي بين السويسي وعمرو بيلا، واحنا قدمنا بلاغ للنائب العام ضد عمرو بيلا. طبعا احنا شفنا فيديو هنا عمرو بيلا قال في الفيديو بتاعه انه في خلال شهرين 2 جايب شقه في برج خليفه، والشقق هناك بتزيد عن 8 مليون درهم. من أين لك هذا؟ تعالى يا حبيبي بقى نشوف الفلوس دي جايبها منين؟ جبت 130 ولا 140 مليون في شهرين ازاي؟ منين يا حبيبي؟ دي تمن الشقة بس. طب لسه العربية 3 4 5 10 مليون، جايب منين يا بابا؟ طيب سيبك من أين لك هذا، انت جبتهم في شهرين يا عم، الله يبارك لك، اشتغلت واجتهدت الله يبارك لك، مش في مشكلة. دلوقتي طالع تخبط في الراجل المحترم دي ليه؟ والله الراجل المحترم دي بقى له ناس تقف وراه، له ناس تسانده، له ناس ترفع له قواضي، دي بقى مش حد يقدر يتكلم فيها. احنا متشكرين جدا للاستاذ علي سليمان ان هو اتحرك يعني يوم او 2 بالظبط، وهو اتحرك في السرعة الرهيبة دي. تعال بينا نكمل ونشوف ايه اللي عمله. يعني ما يناسب بالمصري 103 مليون جنيه، ده غير العربية. انت اصلا ازاي رخصت العربيه؟ وترخيص العربيه بياخد فتره. اول حاجه حابب اشكر حضرتك اللي انت اهتميت بموضوع فعلا ورفعت قضيه، وانا واثق في الله اللي ربنا هيجيب حقي، عشان الواد ده اذى ناس كتير. فانا متشكر لحضرتك، وباذن الله عن قريب هنسمع خبر حلو، عشان هو حابب كده، هو حابب اللي هو في ده، فلازم حد يقف عند حقه. متشكر. رب القانون ياخد مجراه ويتحاسب. حقه هيجي. اشتغلك يا عم السويسي، حقك بإذن الله جاي، وعمرو بيلا هياخد عقابه، والقانون اكيد هياخد مجراه. واحنا طبعا مش نرضى لك الاذى ولا نرضى لعمرو برضه الاذى، بس هو غلط ولازم يتحاسب. والاسم اللي انا قلته في الفيديو اللي فات اللي انا قلت مش فاكره، وده جاهل مني، اسمه فارس الطماوي. الراجل ده محتواه جامد جدا، الراجل ده انا بتابعه ولكن خانت الذاكره ونسيت اسمه، فبعتذر لك قدام الناس كلها. ويلا بينا نكمل نشوف الحكايه باقي فيها ايه. ايده مقشفه وهدومه معفنه، ما بيغيرش هدومه مخرومه، سنانه ما بيغسلهاش. انا اهو بنت مغتربه زي السويسي، ايدي ناشفه ومقشفه، بنطلوني مخروم اهو، البنطلون مخروم، وانا بنت. ده ممكن تبقى ناشفه ومقشفه بسبب الجو صعب جدا في اوروبا، مهما كانت درجه الحراره كانت قويه في تركيا عليا او في مصر، مش زي اوروبا. دي عوامل الجو، ده غير ان هو شغال في النقاشه. بتقول لك انا كبنت عايشه ومغتربه بنطلوني مخروم، ودي طبعا حاجه مش هتعيبها. دي راجل بقى، راجل وشغال في المعمار وفي النجاشه وشغال شغلانات. انت يا عمرو يا بيلا لو اشتغلتها ساعه ممكن تيجي تعيط في البيت، وانا متاكد من اللي بقوله لك. والله يا ابني انت لو اشتغلت الشغلانات دي ساعه، انا مش عارف اقول لك ايه، والله ما عارف ايه اللي هيحصل لك. وتعالى بينا نكمل مع الحاج السويسي. انا بصحى الساعه 7 الصبح، ايدي طول النهار في الميه، شغال في المعمار، شغال مغطات، شغال مبلطات، شغال اي حاجه بالحلال. حوار اللبس، الجاكيت مقطعه، بس مش كل يوم اروح اجيب طقم اشتغل فيه. المغترب هنا للناس اللي مفكره هنا بيجي يعبي فلوس في شكاري، زي ما بقول لك اشتريت فيلا واشتريت عماره واشتريت عربيه. لا، المغترب هنا عشان يبقى من الفلوس ويبعت لاهله بيحرم نفسه من كل حاجه. يعني لو اب متجوز وعنده عيال، اقسم بالله عشان يبعت لهم فلوس بيحرم نفسه من كل حاجه. قول له او قول هنا الغربه حرمان عشان تبعت فلوس. الحمد لله. ايه ده ايه يا ابني اللي انت فيه دي والله يشرف اي حد. ايدك اللي مجاشفه دي، انا ايدي يعني الحمد لله مش نفسي تبقى زي ايدك والله، بس مش فيه هنا برد ولا سجع ولا الكلام اللي عندك دي. فيه هنا سجع وبرد وكل حاجه، بس مش للدرجه اللي انت فيها. وانت تشكر والله على اللي انت بتعمله، بتساعد اهلك ومغترب بقالك اكتر من 15 سنه، غيرك مش عارف يعمل كده ولا قادر على كده. انا عن نفسي لو اغتربت شهر واحد برجع تاني. انا واحد من الناس مش بحب السفر، دي راجل مسافر
بقوله 15 سنة ويمكن اكتر ومستحمل الغربة بعيد عن اهله، وفي الاخر يتشتم. ما كانش في حد عايز يقف معاه. وبنتشكر جدا الاستاذ علي سلمان ان هو وقف وهيجيب حق السويسي، وانتظروا قريب جدا السويسي يجي له حقه. ويلا بينا نكمل نشوف نهاية الحكاية. بس عمري ما عملتها لحد كده، جرحتها بس عمري ما عملتها لحد كده. حوار اللبس، انا بلبس، تعرف لو كل واحد عاش لنفسه هنا في اوروبا اقسم بالله كان عاش حلو. بس الواحد جاي هنا ورمى نفسه في البحر 7 ايام عشان خاطر اهله، عشان يبقى على الجنين اهله اخر الشهر. المغترب بيحرم نفسه عشان خاطر عياله، عشان خاطر اهله. فحسب الله ونعم الوكيل. وبعدين هنا الطرق الشمال كتير بتخليك تعمل فلوس، بس الواحد اختار الحلال، اختار ابقى هدومه متوسخه بس سمعته نضيفه، اختار اجرح ايدي ولا اعمل ايدي لحد كده. سامع؟ اخترته بهدوم متوسخة وايده نظيفة. انا مش هقول لك اكتر من كده يا ابني، والله العظيم بيقول حكم انا نفسي تتعلم منه. ترند اخرته وحشة، او اقولها لك بالبلدي بلهجتي، الترند اخرته شينة، والشين عمره ما كان متين. فاللي بيطلع اقول لك غير الطقم يا سويسي، ايدك مع الشفاه بتغسلش اسنانك. يا ابني الطقم اللي انت لابسه دي اقسم بالله يشرف اي حد. ايدك اللي بيقول عليها مجاشفه دي ايد رجاله تشرف اي حد. هي دي الايد اللي تفتح بيوت. انا بقالي 15 سنه شغال في الغربه، عمري ما عملت حاجه حرام، عمري ما اكلت جنيه حرام، طول عمري شغال وبعرق كبير. ومن جيت لبس الاكل بنلبس وبناكل يعني. كده خلصنا من موضوع السويسي وعمرو بيلا، وباذن الله القانون ياخد مجراه. وتعالى بقى نخش على الموضوع اللي بعده اللي افجر واسخن منه. فاكرين موضوع بطه اللي حلقت زلبطه؟ حلوه والله، ينفع اكتب شعر. موضوع بطه اللي حلقت زلبطه. المهم بطه دي طلعت بتقول لك اني بشم واني بعمل واني بسوي. الناس جومت عليها جومه مش بعديها جومه. دي الفكاهه بتاعت السويسي بقى. تعالى نشوف السويسي هيقول عليها ايه. مش عارف بياض ده، انا شامه مش شاربه، ده انا بشم. انا اسفه لكل ام وكل اب شاف اللايف دوت، واسفه لكل طفل شاف اللايف ده. حقكم عليا انا، بس كل اللي حصل ده بسبب ان انا ما خدتش جرعه الكيماوي بتاعي. انا ببطل الجرعه ساعات علشان شعري كله بيقع، وانا نفسي شعري يطول وتعبانه ونفسيتي. ناس كتير قوي مشغله الفيديو بتاع بطه وهي بتشتم في قلب اللايف. بطه ده اول ما كانت طالعه حلقه شعرها كانت اكتر بني ادم ثابت عليا، وانا يعني ثابت عليا جامد جدا. وهي دلوقتي بتقول لك انا صاحبه مرض وسامحوني. فنصيحه من اخوك السويسي، من اخوك السويسي، يعني بلاش عشان ما توديش نفسك في داهيه. السوشيال ميديا مش هينفعك، وانا ما بحبش اجي على ولايه. الطريقه اللي انت بنت اقسم بالله يعني بلاش، عشان الواحد على اجل خاطر مرضك بلاش تعمل اللي انت بتعملي ده. عيب السوشيال ميديا مش هينفعك لما تخش تخبط 2 سنين حبس ولا سنه حبس على اللي انت بتقول ايه. مش عارف اقول لك ايه بالظبط والله. طيب بص يا بط، انت من 2-3 كده او من 4-5 شهور الله اعلم بالوقت طلعت حلقت شعرك زلبطه وقلنا ترند ومش عارف ايه، ورجعتي تقولي ده مش ترند ده انا تعبان. الف سلام عليك. بس انك تطلعي بالمنظر ده وفي اطفال وفي شباب وبنات بيتفرجوا عليكي في اللايف وتقولي الكلمتين اللي انت بتقولهم دول، لا ايا كان بقى ده ترند او تعبانه. فلو ترند الله يسهل لك، ولو تعبانه ربنا يشفيكي وكلنا هندعي لك. بس اتمنى انه ما يكونش ترند. وكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. اتمنى الحلقه تكون عجبتك. قول لنا رايك في الكومنتات، مين كان غلطان، بطه ولا السويسي ولا عمرو بيلا؟ والمواضيع كلها دخلت في بعضيها. اتمنى الحلقه تكون عجبتك. اكتب لنا رايك في الكومنتات، اعمل لايك واشترك في القناه لو مش مشترك، والسلام.